اهلا وسهلا فيكم بوصفتنا لليوم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا جميع المكونات محضرتها قبل بوقت. عندي الرز انا غسلته ونقعته قبل بوقت. رح اضيفه ولا اضيف فوقه المكونات البيانة. وهلا رح اضيف البندورة هون مثل ما لكم شايفين حبايبي. القطعة مانا لا كبيرة كبيرة ولا صغيرة وسط. هلا هي ما لازم تكون صغيرة كتير مشان ما تضب على الطبخ. ضفت البصل. هلا رح اضيف البقدونس. كمان البقدونس لازم ما يكون ناعم. هاي ملاحظة مهمة لانه الخضرة رح تذوب على الطبخ، فلازم يعني يضل اثر للخضرة بس ناكلها بعد ما تستوي. هلا انا خلطتهم لاشوف اذا لسه بحتاج بقدونس بندورة وهيك، يعني انتو بين معكم على نظر. هلا انا كتير بحب فيها الخضرة فعم زود الخضار. في عالم لا ما بتحب كتير فيها بس هو بيطلع اطيب يعني. وضفت النعناع فريش. رح احط انا نعناع يابس بس النعناع الفريش كمان بيطلع اطيب وبيعطي نكهة مميزة. دبس الرمان وكمان ضفت دبس فليفلة كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. جربوه على مسؤوليتي، كتير رح تحبوه. هلا انا رح اترك لكم المكونات كلها بصندوق الوصف ورح احط لكم اياهم المقادير كاملة يعني على حسب الكمية اللي انتو عم تعملوها. فرح اترك لكم المقادير انا لكل عيار. وهلا رح اضيف التوابل يلي هن كالعادة النعناع اليابس، الملح، السماق. ورح اترك لكم اياهم المكونات بصندوق الوصف. بعدين رح نخلطهم ونحط لهم هالزيت ويا سلام. وطبعا مثل العادة ما تنسوا تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل الوصفات. وما تنسوا تتابعونا على حسابنا على الفيسبوك، رح اترك لكم كمان الرابط في صندوق الوصف. وبحبكم كتير. طبعا هون انا عملت لهم تقليبة بسيطة مشان البهارات كلها تتوزع. التوابل اللي حطيتها كلها هيك تتوزع قبل ما احط الزيت هون. وهلا رح اضيف الزيت وملاحظة ثانية كمان. هو اسمه يالونجي يعني ورق عنب بالزيت، فلازم يكون الزيت فيه كتير. كمان رح اترك لكم انا تقريبا المعيار اللي حطيته، المقدار اللي حطيته. وهي النتيجة النهائية وبعد التزيين. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالوصفة استفدتوا منها. ما تنسوا تدعموني. نشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.